الست دي بتعرف الغيب وبتعرف كل المستقبل. ليلى عبد اللطيف اسم انت اكيد سمعت عنه كتير، وتحديدا في 2024، وده بسبب التوقعات بتاعتها. لما كنت سمعت فليلى ست بتقول انها عندها حاجه كده زي الالهام، ومحددتش مصدر معلوماتها. وراء كل حاجه بتحصل مجموعه حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. اتوقعت ليلى عدد من الأحداث كانت صدمة كبيرة بالنسبة للناس، وأولهم انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، الثنائي الأشهر في الكام سنة اللي فاتوا، وده كان في بداية 2024 لما استضافوها في أحد البرامج وقالت إنها تتوقع السنة دي انفصالهم. نشرت الفيديو ياسمين عندها وكانت بتسخر منها لحد ما يمر بس أيام وبالفعل ينفصلوا، وهنا يبدأ الشارع المصري التركيز معاها، وتستضيفها بسمة وهبة في برنامج العرافة، وتتوقع ليلى البسمة وهبة السن اللي المفروض هتموت فيه. ايه ده؟ دقيقة، ده مش كل حاجة. خليني اقول لك ايه توقعات ليلى عبد اللطيف التانية، وبعدين هقول لك وراها ايه وايه حكايتها. ليلى توقعت للبطل الخسارة، وعيب تسأل مين البطل لانه ما فيش غير الاهلي. في بطولة افريقيا 2024 كان النهائي ما بين الاهلي والترجي، وليلى قالت انه الاهلي مش هيجيب اهداف في مرمى الترجي، وبالفعل انه الاهلي ما جابش اهداف في الماتش الاولاني. وكمان لما اتسالت عن احداث الحرب في غزه قالت انها تستمر لمده 3 شهور في السنه الجديده، وبالفعل بعد 3 شهور من السنه الجديده تحصل هدنه. والاغرب انها توقعت موت رئيس دوله اسلاميه وتعرض طيارته للسقوط ومش هيطلع منها حد حي، وبالفعل حصل حادث طياره الرئيس الايراني. قالت ليلى عن زلزال سوريا وتركيا، وقالت انه في زلزال هيحصل وهيسيب وراه خراب كبير جدا، وبالفعل حصل. ناس تانية مش بس ليلى بيقدروا يتوقعوا حتى سعر الذهب هيوصل لكام، حتى الدولار سعره هيوصل كام في سوق المال عموما. طب ايه الحكايه؟ تعالى الاول نفكر عن ايه ممكن تكون مصادرهم في المعلومات دي. هل هو جن ولا الهام من ربنا ولا حاجه ثالثه؟ طب خلينا الاول نبدا بانها مستحيل تكون حاجه من عند ربنا، لاننا كلنا مؤمنين ايا كانت الديانه ان دي هبه بتكون بس عند الانبياء والمرسلين، واكيد هي مش كده. واكيد كمان انها لو حاجه من عند ربنا ما بتاخدش عليها مقابل. ليلى عامله ابلكيشن تقدر تاخد منه 12 توقع في السنه، سعر الاشتراك عليه $300 بس، مع انها اصلا نفت انها بتاخد فلوس. لحد لقاء كان في التلفزيون اللبناني نكرت انها بتاخد مقابل مالي، وفي نهايه الحلقه المذيع عرض ليها شيك مكتوب فيه رقم مالي كبير جدا. وقتها اتعصبت جدا وهددت انها هتسيب الحلقه، وبعدين بقت تقول انها بتاخد عادي مقابل من المال، وده ياكد انه مش الهام من ربنا، ولو كان الهام فكانت هتعرف انها تتعرض للموقف ده. الاحتمال التاني وهو انه جن اللي بيقول لها المعلومات دي. بص، جزئيه الغيب دي محدش يعرفها غير ربنا، بس كمان في وقت احنا كنا عارفين ان الجن بيسترق السمع من السمع، فاحتمال وارد، بس كمان وارد مع الخطا، لان الجن ما بيقدرش يسترق السمع طول الوقت، وده اللي ياكده لينا ان كل توقع من دول كان فيه غلطه. فمثلا قالت ان الاهلي مش هيجيب اهداف ومع ذلك خد البطوله، فاكيد مش جن زملكاوي مثلا. وقالت ان حرب غزه هيحصل توقف بعد 3 شهور من السنه وما انتهتش، وعدى بعد الثلاثه 3 تانيين. الزلزال بقى اللي اتكلمت عنه في سوريا وتركيا ده اكبر عمليه نصب فكري. قبل الزلزال ده بسنين وتحديدا سنه 2017 كان في دراسه بتقول انه في زلزال قوي جدا هيضرب الجزء ده من الارض، واتبعت على شكل برقيه مستعجله لكل دول المنطقه دي، وكان مكتوب في نهايه الدراسه انه نتمنى انه ما يحصلش في 2023. وعشان العلم ما بيقدرش يحط وقت معين ولكنه بيحط وقت تقريبي للاحداث، ليلى طلعت واتكلمت عنه سنه 2018، يعني بعد نشر البحث ده بسنه، وفضلت كل سنه تتكلم عن الحدث ده، ولما حصل رجعت نشرت كلامها على انه حصل. بس القصه بتكون شكلها احلى لما تتقدم لينا على شكل توقع وتنجيم، لانه بيصير الفضول اكتر واكتر. اما موت شخصيه ايرانيه فحاجه سهله تتوقعها، لان الطيران الايراني متهالك جدا، وحصلت حوادث كتيره جدا في الكام سنه اللي عدوا، وكل سنه في ايران بيحصل حادث طياره لشخصيه مهمه. وده يخلينا نروح لاحتمال ثالث مهم، ان الناس دي ادوات في ايد انظمه عايزه تصدر لينا افكار معينه وتشغلنا بيها وتخلي عقولنا مهيئه لاحداث معينه مرتبين انها تحصل في المستقبل. يعني مثلا يكون حادث الرئيس الايراني مدبر مثلا. قولي انت شايف انهي احتمال نسبته اعلى وليه؟ كل اللي بيحصل ده حركات الناس بتزود بس بيها المشاهدات، ومفيش حد لصالحه يقول لك الحقيقه ويضيع على نفسه جزئيه الاثاره. واللي عملته بسمه وهبه داخل برنامج العرافه وانها تطلب منها تتوقع على الملأ كده تصرف ياكد لك ده. احنا كده بنعلم الناس يصدقوا
ويمشوا ورا الدجل، وكمان ينتظروا انه يحصل وكانه كلام الهي. يعني كل اللي حكيته لك احتمالات، بس الاكيد انه الغيب لا يعلمه الا الله. كذب المنجمون ولو صدفوا. وانك ضروري تشاركنا رايك في كومنت وشير على الفيسبوك وكمان على اليوتيوب، وتتاكد انك عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.